السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من الحديث الشريف في أخلاق المسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة. في هذه الوصية يعلم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه ويوصيه بأفضل الأخلاق، وهي وصية لنا جميعا. يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله. ومعنى قوله هذا: إني أوصيكم بطاعة الله فتؤدون الواجبات مثل الصلاة والصوم والزكاة، وتتركون المحرمات مثل الكذب والسرقة والقتل والاعتداء على الناس وظلمهم. ثانيا، ويوصينا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق في الحديث. إن الإنسان الصادق يحبه الله تعالى ويحترمه الناس، والكاذب يهينه الناس ويحتقرونه ويعاقبه الله، فهو يضر نفسه ولا يجد له صديقا. ثالثا، يوصينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالعهد، فإذا اتفقنا مع شخص أو جماعة على شيء يرضي الله وجب علينا أن نوفي لهم. رابعا، يوصينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأداء الأمانة وترك الخيانة، فإن الخائن إنسان سيء ومجرم، والمؤمن يؤدي الأمانة ويبتعد من الخيانة. أنا وأختي نؤدي الصلاة في أوقاتها، نقول الصدق ولا نكذب، نوفي بعهدنا إذا عاهدنا، ولا نخون أحدا، ونلتزم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أنت مثلنا؟ سؤال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة. سؤال: كيف نتقي الله تعالى؟ معنى تقوى الله: معنى تقوى الله أن النبي يوصينا بطاعة الله، فنؤدي الواجبات مثل الصلاة والصوم والزكاة، ونترك المحرمات مثل الكذب والسرقة والقتل والاعتداء على الناس وظلمهم. سؤال: ما الأشياء السيئة التي يتركها المتقي؟ الجواب: ونترك المحرمات مثل الكذب والسرقة والقتل والاعتداء على الناس وظلمهم. رابعا، يوصينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع التقوى بشيء آخر. ما هو؟ أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد التقوى بالصدق في الحديث، بالوفاء بالعهد، فإذا اتفقنا مع شخص أو جماعة على شيء يرضي الله وجب علينا أن نوفي لهم. ويوصينا النبي أيضا بأداء الأمانة وترك الخيانة. سؤال: من الذي يحب الإنسان الصادق ومن يحترمه؟ إن الإنسان الصادق يحبه الله تعالى ويحترمه الناس، والكاذب يهينه الناس ويحتقرونه ويعاقبه الله، فهو يضر نفسه ولا يجد له صديقا. سؤال: هل يعاقب الله تعالى الكاذب؟ وما موقف الناس من الكاذب؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى يعاقب الكاذب، فهو يضر نفسه ولا يجد له صديقا، والكاذب يهينه الناس ويحتقرونه